النواحي ديالها مسيرة مليونية من جميع ربوع العالم. 80 دولة مشاركة في هذه المسيرة العالمية، في الأردن وفي لبنان وفي مصر وفي كل نواحي اللي دايرة إسرائيل. فإسرائيل اليوم مطوقة من كل النواحي. تأتي هذه الوقفة تخليدا للذكرى 36 من يوم الأرض، هالذكرى اللي كيخلدوها الفلسطينيين كل سنة بحال هذا الوقت هذا. 30 مارس 1976 أراد اليهود أن يسيطروا على الأراضي الفلسطينية، فقام الفلسطينيون بمظاهرات واحتجاجات في مثل هذا اليوم. أيها الإخوة الكرام، هذه الوقفة تأتي استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التابعة لجماعة العدل والإحسان. فمرحبا من جديد بكل الذين حضروا لنصرة الأقصى، أقصانا الحبيب. نقول لأقصانا إننا قادمون، نقول للأقصى من شيرة نحن قادمون بعون الله. وهذا الزمن زمن الشعوب ولم يعد زمن الأنظمة، فلتذهب كل الأنظمة إلى مزبلة التاريخ، والشعوب شعارها هو تحرير الأقصى. هذا هو الشعار اللي مشت به المسيرة العالمية اليوم. الشعوب تريد تحرير الأقصى. الصهاينة يدنسونه كل يوم، وإحنا في هذه الوقفة ما لنا إلا أن نرفع أصواتنا عاليا، نرفع أصواتنا عاليا بشعارات تندد بهذه المجازر الصهيونية. ولذلك المرجو من الحضور الكريم هو أن نشارك بأصواتنا جميعا. والعشرات ديال الشهداء الآن قطاع غزة وجميع البقاع ديال الأرض، الإسراء والمعراج، كنقول لهم من الفوق بأن قلوبنا معاكم وأرواحنا فداكم. تكبير. كتنظم جماعة العدل والإحسان بإسكان شيرة هذه المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل، في إطار فعاليات الدولية اللي كتنطلق الآن من مختلف الدول باش تضامن مع خوتنا، باش نحيوا ذكرى الأرض، ذكرى الأرض الغالية. كنربطوا رواحنا مع خوتنا في فلسطين. حنا كنبكوا على خوتنا في فلسطين وكنقولوا لهم بأنه أقل ما يمكن أن نقدمه لكم هم هاد الحناجر الصادعة بالحق. ما عندنا إلا الصوت ديالنا نقدموه لخوتنا في فلسطين. يا أسير ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح. يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح، سنواصل. ستبقى في التاريخ والأذهان ديال الأمة الإسلامية. قبل أيام مرت بنا الذكرى ديال استشهاد شيخ المجاهدين أحمد ياسين، شيخ مقعد أحيا به الله عز وجل أمه، شيخ مقعد. خصنا نحن ريوسنا لخوتنا في فلسطين. هيا جميعا لتحرير أرض فلسطين. لنا موعد إن شاء الله في أكناف
المغاربة، باب مشهود كتب من ذهب في تاريخ المغاربة. سندخل إن شاء الله، سندخل إن شاء الله، ولنردد جميعا كلمة الشيخ هنية يرددها في كل وقت وحين: لن نركع لإسرائيل، لن نركع لإسرائيل. قاسم الجبارين وناصر المستضعفين، بسم الله القائل في كتابه العزيز: ولينصرن الله من ينصره. والصلاة على رسول الله القائل في حديثه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تكبير 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 تكبير. تحية لكافة الإخوان والأخوات، تحية لكافة الحضور الكريم، تحية لكافة الشرفاء الأحرار اللي لبوا دعوة جماعة العدل والإحسان من أجل نصرة إخواننا الفلسطينيين، من أجل نصرة إخواننا في فلسطين الجريحة، فلسطين المحاصرة، فلسطين المحتلة، استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. نأتي اليوم تأكيدا منا وإيمانا منا بأن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية، وهي قضيتنا المركزية، قضية أبناء الأمة الإسلامية. نأتي كذلك لنزف البشرى لإخواننا في فلسطين بأننا قادمون لنصرة إخواننا في عرض الإسراء والمعراج، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. بالروح بالدم نفديك يا أقصى، 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 بالروح بالدم نفديك يا أقصى. بالمخططات الصهيونية لتهويد بيت المقدس وطمس معالم الهوية الإسلامية للأمة الإسلامية، نأتي كذلك لنندد بتواطؤ الأنظمة العربية، الأنظمة المستبدة الجبرية الجاثمة على قلوب المسلمين. نأتي ونسجل تنديدنا واستنكارنا ونقول بأننا لن نتنازل عن قضيتنا، بأننا لن نتنازل عن دماء الشهداء، دماء الأبرياء الذين قضوا نحبهم في سبيل تحرير بيت المقدس، في سبيل تحرير أرض الإسراء والمعراج. تكبير! لنقول بصوت واحد بأن الشعب المغربي يستنكر سياسة التطبيع اللي كينهجها النظام المخزني المغربي مع الكيان الصهيوني، واللي كان آخرها استقبال دبلوماسي صهيوني في البرلمان المغربي. راه الشعب وعار في الوقت اللي كيعانيو فيه ابناء الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة من التجويع والتفقير والتهجير. هذا عيب، هذا عار، وكنقولوا بان ابناء الشعب المغربي ولن يصمدوا عن هذه المجازر اللي كيرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بالاراضي المغتصبه. ولعل اكبر دليل على هذا الشيء مشاركه ازيد من 70 مدينه في ازيد من 70 تظاهره في كل ربوع الوطن تنديدا بهذه المجازر. وكنقولوا باننا مستمرين، جماعه عدل واحسان دعاش ولا زالت تدعو الشعب المغربي من اجل نصرة اخواننا في غزة وفي فلسطين وفي القدس المحتلة. نقول باننا مستمرين قادمون ان شاء الله لتحرير بيت المقدس، قادمون لتحرير فلسطين الابيه، قادمون لتحرير جميع ربوع الاراضي الفلسطينيه. وتحيه لكافه الحضور الكريم، ونحييكم على الصمود ديالكم في هذا الشكل الراقي والرائع جدا.
أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا ربي انصر إخوتنا في فلسطين، اللهم مكن لهم يا رب العالمين، اللهم داوي جرحاهم وتقبل شهداءهم وعافي مبتلاهم وانصرهم على أنفسهم وأهوائهم وأعدائهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم إنهم تركوا لوحدهم وأنت المستعان، أنت الوكيل، لا ملجأ منك إلا إليك. اللهم انصرهم نصرا عزيزا موزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا موزرا. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم أرينا فيهم ما يسر أنفسنا يا جبار السماوات والأراضين. اللهم احصهم يا رب العالمين ولا تغادر منهم أحدا، واجعلهم يا رب عبرة لمن بعدهم، يا رب من يشايعهم ومن ينصرهم. اللهم يا رب انصر، اللهم كد لإخوتنا في فلسطين على هؤلاء الطغمة المجرمين ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا هذا المشهد العظيم، اللهم اجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم هذا جهد المقل ولا حول ولا قوة إلا بك، لا نملك إلا هذه الأشكال. اللهم تقبلها منا بقبول حسن وادخر لنا أجرها وثوابها يوم نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا في سوريا، اللهم انصر هذا الشعب الأعزل على ذلك الطاغية المجرم. اللهم يا رب هيئ لهم من الأسباب ما تيسر لهم أمورهم جميعا. اللهم كن لجميع المسلمين في بقاع الأرض وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك وفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.